في إحدى أزقة غزة المحاصرة وقف طفل لا يتجاوز ال5 من عمره، عينيه تملأها البراءة وفمه ينطق بكلمات كسرت صمت العالم: أنا جيعان. هذه الصرخة لم تكن مجرد كلمات، بل كانت صرخة ألم الشعب بأسره. عبد الله أبو زرقة، الطفل الذي أصبح رمزا لمأساة الطفولة في غزة، توفي في 18 أغسطس 2025 في مستشفى بمدينة أضنها التركية بعد صراع طويل مع المرض وسوء التغذية، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ونقص الأدوية والمعدات الطبية. قبل وفاته ظهرت صورة لعبد الله وهو يبكي من شدة الجوع، مما أثار موجة من التعاطف والاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحزن لم يتوقف عند عبد الله. شقيقته الطفلة حبيبة لا تزال تصارع الموت بعد إصابتها بتضخم في الكبد وتسمم في الدم وسوء تغذية حاد، وسط مناشدات عاجلة لإنقاذها. عبد الله لم يكن الوحيد، آلاف الأطفال في غزة يعانون من الجوع والمرض في صمت مطبق من العالم. لنكن صوتا لمن لا صوت لهم. شاركوا هذه القصة لعلها تساهم في إيقاظ الضمير العالمي.